بيبدأ الفيلم مع ولد اسمه توم واللي بيكون معجب ببنت اسمها لوسي، وبيتفاجئ انها بتطلب منه انه يقابلها عشان يراجع معاها مادة العلوم. وفي اللحظة دي بيظهر ولد اسمه يوجين وبيتنمر على توم، لكن لوسي بتشتمه وبتخليه يبعد. وبعدها بيتفقوا ان هما يتقابلوا بعد المدرسة، وبالفعل بيروح توم لبيت لوسي في الميعاد، لكنه بيتفاجئ ان الباب مفتوح. ولما بيدخل بيتصدم لما بيلاقي جثة مرمية على الأرض، وفجأة بيظهر 2 ملثمين وواضح إنهم هم اللي ارتكبوا الجريمة دي. فبيرفع واحد منهم المسدس على توم، لكن توم بيقدر يجري منهم، وبنتفاجئ إن في عدد كبير من الملثمين بيجروا ورا توم. حاول توم إنه يتصل بالشرطة، وبمجرد ما حط الموبايل على ودنه واحد من الملثمين دول ضربه بالنار، والرصاصة جت في التليفون وانفجر جنب دماغ توم ووقع على الارض. وبعدها الملثمين دول هربوا، لكن بنشوف توم وهو في المستشفى وبنعرف انه كان في غيبوبه لمده 10 ايام. والدكتور بيقول له ان التليفون لما اتضرب جنب دماغه في شظايا من التليفون ده دخلت جوه دماغه، وبيطمنه انه بقى كويس جدا ومبقاش فيه اي حاجه، لكن لو حصلت حاجه غير طبيعيه بعد كده يا ريت يبلغهم. ما فهمش توم قصده، ولكنه ساب المستشفى وروح مع جدته. وبدأت تحصل حاجات غريبة جدا مع توم، فكل ما كان يبص لأي ساعة أو لأي جهاز بيلاقي الجهاز ده إضاءته بتكبر وشكله بيكون غريب. وبنشوف بعد كده وهو رايح يزور لوسي بعد ما عرف إنها رجعت بيتها سليمة وعرفت تنجو من هجوم الملثمين، فبيعتذر لها إنه هرب في اليوم ده وإنه كان لازم يعمل كده. وبعد كده بنشوف توم وهو بيسمع كل المكالمات اللي بتتعمل في المنطقة، وكمان بدأ يشوف معلومات كل الأجهزة الإلكترونية اللي قدامه، وبقى يشوف كل الرسائل في كل مكان في المدينة. وبيقع على الأرض شبه فاقد للوعي، وبيفتكر لحظة دخوله بيت لوسي قبل ما يتضرب عليه نار، وبيكتشف إن واحد من الملثمين اللي قابلهم دول هو يوجين الولد اللي كان بيتنمر عليه. وبيرجع توم المدرسة عشان عنده امتحان وما ينفعش ما يحضروش، وبرضه بيلاقي نفسه قادر يشوف كل الرسائل وكل حاجة. لكن المرة دي قدر توم يتحكم في تليفون يوجين ويشوف الفيديو اللي يوجين صوره وهم بيحاولوا يعتدوا على لوسي. فبيفهم توم القدرة اللي عنده وبيقدر يستوعبها، وبعدها بيروح حفلة خاصة بطلاب المدرسة، وبيعرف مين باقي الملثمين اللي هاجموا على بيت لوسي، ومنهم 2، واحد اسمه كاس والتاني اسمه هاز. وبيراقب يوجين وبيبعت له رسائل تهديد بعد ما اخترق تليفونه. وتاني يوم بيكون في اجتماع للطلبة، وتوم بيخترق جهاز العرض وبيعرض فيديو الكاس وهو في بيته، وكل الطلبة بيضحكوا عليه، والمدرسين ما بيقدروش يغيروا الفيديو ده لأن توم قدرته اتطورت جدا وبيقدر يتحكم في كل الأجهزة. وبعدها بنشوف توم وهو بيزور لوسي وبيحكي لها عن اللي حصل في المدرسة، فبتضحك لوسي وبيطلب توم إنه يشغل أغاني. وفي الوقت ده بتطلع لوسي موبايلها وبتكتب لرقم مجهول وبتقول له انت اللي عملت كده في العصابة؟ بيرد عليها وبيقول لها ايه سبب الهجوم اللي حصل ده، فبتعرفه ان اخوها رفض ينضم للعصابة دي فقرروا انهم ينتقموا منه ومن اهله. وبتسأله عن اسمه فبيقول لها ان اسمه اي بوي. وكل ده لوسي ما تعرفش ان اللي بيكلمها هو الشخص اللي واقف قدامها توم. وبعدها بيخرج توم مع لوسي وبيتكلموا عن الحادثة، وفي اثناء ما هم راجعين بيقابلوا يوجين والشلة الفاسدة بتاعته. فبيسألها يوجين لو كانت تعرف مين الشخص اللي بيلعب معاهم ده، وبيحاول توم انه يتدخل عشان يدافع عنها، لكن يوجين بيسأله لو كان هو اللي بيعمل معاهم كده. ولكن في اللحظة اللي حاول يوجين يهاجمه فيها جت رسالة واحدة لكل اللي واقفين، وفضل يوجين يزعق بصوت عالي وهرب توم ولوسي منهم، وبتوصل لوسي لبيتها بأمان. والناحية التانية بنشوف يوجين وشلته بيحاولوا يسرقوا عربية، وبمجرد ما دخلوها ما عرفوش يخرجوا منها لأن الأبواب كلها اتقفلت. وفجأة بيسمعوا صوت غريب من الراديو بيقول لهم أنا عارف اللي انتوا عملتوه. وبيبدأ الدخان يدخل العربية ويوجين وأصحابه كانوا هيتخنقوا، فبيسألهم الصوت الغريب ده وبيقول لهم انتوا ليه هاجمتوا بيت لوسي؟ فبيرد عليه كاس وبيقول له إن في حد طلب منهم كده وما كانوش يقدروا يرفضوا. فبيسألهم الصوت الغريب ده وبيقول لهم مين هو رئيسكم؟ وبتبدأ العربية تولع. فبيقول له كاس إن الشخص اللي طلب منهم يعملوا كده اسمه كادز. فبتتفتح أبواب العربية وبيخرج الشباب منها قبل ما العربية تنفجر. فبيروح توم لشقة كادز ده وبيفجر كل الأجهزة اللي فيها، ولكنه بيلاقي نفسه إنه مش قادر يفجر السماعات، وبيكتشف إن العصابة مخبية المخدرات جوه السماعات دي. ولما بيرجع كادز ورجالته بيلاقوا الأجهزة كلها متفجرة والبضاعة بتاعتهم اتسرقت. وبيقدر توم انه يوزع المخدرات اللي سرقها دي في شقق العصابة، وبيبلغ الشرطة اللي ما خدتش وقت كبير في القبض عليهم. وبيبدأ اسم اي بوي ينتشر في كل مكان، وبنشوف الشرطة وهي بتقبض على يوجين وعدد من رجالته. وبنشوف كادز وهو بيتكلم مع رئيسه واللي اسمه إليمان، واللي بيطمنه وبيقول له ان مفيش اي خطر حواليه وانه مش هيسمح للشرطة انها توصل لاسمه. وبعدها بيجمع كادز رجالته وبيطلب منهم انهم يرموا كل الاجهزه الالكترونيه اللي معاهم ومع عيلتهم، وكمان بيشك في كاس عشان هو الوحيد اللي ما اتقبضش عليه. وبعدها بيقرر توم انه يراقب كادز لحد ما بيوصل لمكان تسليم شحنه مخدرات كبيره، وبيقدر يوصل للبضاعه دي قبلهم وبيولع فيها. ولكن بيتضح انه فخ كان عامله كادز ورجالته عشان يوقعوا توم،
وبدأوا يضربوا فيه، لكن توم شغل صوت مزعج جدا خلاهم يسدوا ودانهم ويبعدوا عنه، وبيقدر فعلا انه يهرب، ولكنه بعد ما هرب فقد الوعي وصحي تاني يوم، وبيفتكر انه كان عنده امتحان وانه كان واعد لوسي انهم يتقابلوا. ولما راح للوسي بعد الامتحان بدأ يعتذر لها بشدة، وهي كانت زعلانة منه جدا، لحد ما اتصدمت لوسي لما شافت كاس وهو مشنوق في وسط المدرسة. فبيزهق توم وبيقرر انه يروح للدكتور بتاعه وبيطلب منه انه يشيل الاجزاء اللي ما اتشالتش من التليفون اللي انفجر في دماغه، لكن للاسف الدكتور بيقول له ان الاجزاء دي موجودة في اماكن خطيرة جدا في دماغه ولو حاولوا يشيلوها هيموت. فبيرجع توم لبيته وبيلاقي فيه مسدس موجه لراسه، وبيكتشف ان أليمان وكاتز موجودين في الشقة اللي بيقولوا له انهم عرفوا عنه كل حاجة وعارفين انه بيقدر يخترق اي حساب بنكي بسهولة. وبعدها أليمان بيضربه وبيقول له ان لوسي معاهم وانه لازم يرجع له فلوسه اللي دفعها عشان يخرج رجالته من السجن. وفعلا بيتأكد توم انهم خاطفين لوسي، فبيقدر يخلي التليفون الموجود في المكان اللي لوسي مخطوفة فيه يتصل بالشرطة، وفعلا الشرطة بتوصل للمكان لكن العصابة بتستخبى منهم. ولما توم بيوصل بيقدر يخلي تليفونات العصابة تنفجر في جيوبهم، وبيحاول يهرب هو ولوسي، ولكن أليمان بيضربه لحد ما لوسي بتضربه بالمسدس دفاعا عن توم، فبيضربها أليمان وبتقع على الأرض، ولكن توم بيقف وبيمشي ناحية أليمان وبيستعد أليمان إنه يضربه بعصايته، لكن توم بيستخدم أقصى ما عنده من قدرات وبيقدر إنه يوجه ضربة لأليمان. وكمان توم بيقع ومش بيفوق غير وهو في المستشفى وجدته جنبه. وبعدها بيخرج توم من المستشفى وبيروح للوسي، وبتبدأ علاقة الحب بينهم زي ما توم كان بيتمنى. وبينتهي الفيلم. قول لنا لو انت مكان توم ازاي كنت هتستغل القدرات دي، وكمان ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا.